السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. طبعا النهارده مامتي هي اللي هتعمله، ربنا يديها الصحة وطولة العمر، عشان انا ما عملتوش قبل كده، فانا كنت بتعلم منها وطلبت ان هي تعمله علشان ان انا اتعلم منها. المقادير بقى معانا، هيكون معانا 2 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، ومعانا معلقه كبيره ملح، وطبعا هنقلبها مع الدقيق، وهيكون عندنا من نص لتر من الميه للتر الا ربع من الميه، على حسب طبعا احتياج الدقيق واستيعابه للسوائل. والميه هتكون عندنا من الحنفيه. هنا لغايه دلوقتي ان المقادير سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. هنا هنيجي بقى للطريقه بتاعه التحضير. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، هيكون الدقيق، هيبقى ايد بتقلب في الدقيق وايد بترش ميه على الدقيق. طبعا احنا مش عايزين ان احنا طبعا الكسكسي بيختلف طبعا في عجينته شويه عن اي معجنات تانية، فبالتالي ايد هتقلب وايد التانية هترش وهتضغط على الدقيق، وبعد ما ترشي تضغطي كده على الدقيق في حركات دائريه زي ما انتوا شايفين، ضغطه بس مش ضغطه جامده علشان ما تعجنش معانا الدقيق. هيبقى ضغطه كده بالراحه وانتي بتقلبي في الدقيق علشان طبعا الدقيق يتبرم معاكي زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا في حركات دائريه. وطبعا لما نيجي نرش الميه بنرشها على الدقيق في جميع انحاء الدقيق، مش في مكان واحد بس. لو في مكان واحد بس طبعا المكان ده هيعجن عن باقي الدقيق، فبالتالي بنرشه في جميع انحاء الدقيق كده، ونبدا ان احنا نقلب زي ما انتوا شايفين كده، ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق، عشان ما يكونش فيه حته اتفركت وفيه حته لا. زي ما انتوا شايفين، ونفضل نبرم بقى فيه، وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش معجن زي ما انا قلت. هنرش الدقيق في جميع الاتجاهات، وبرضو نضغط زي ما انتوا شايفين كده بالراحة، بالراحة خالص. وطبعا احنا عايزين في الاخر ان احنا يعني تكون كل حبات الدقيق او ذرات الدقيق ما تكونش جافة، تكون فيها، تكون مندية بالمية. وطبعا في نفس الوقت لما تيجي تضغطي امتى تعرفي ان الكسكسي خلاص اكتفى من الميه؟ اما تلاقي حبات الدقيق طريه معاكي، مش ناشفه، مش كلها دقيق، لا تكون فيها ميه بس في نفس الوقت طريه معاكي وما تكونش معجنه. وتفضلي تبرمي بقى لحد ما الحبيبات دي بتبقى ناعمه في تحت ايدك وما تكونش يابسه زي ما انتوا شايفين كده. وفي الاخر بقى هناخد ونفرك على ايدينا. طبعا احنا لقينا لسه بقى محتاج ميه، فهناخد ونفرك على ايدينا زي ما انتوا شايفين كده، علشان طبعا نتأكد ان المية وصلت لكل الدقيق. هنا بقى هنعمل الطريقة طبعا بتاعت زمان وبتاعت اجدادنا زمان. هنجيب الديارة بتاعت الكسكسي. طبعا الديارة بتاعت الكسكسي اللي هي فتحتها صغيرة شوية عن الديارة بتاعت المسرودة. وممكن كمان نستخدم الديارة بتاعت الرز عادي اللي احنا بننخل بيها الرز، الديارة او المنخل، الاتنين واحد، المسميات واحد يعني. هنحط بقى الكسكسي بتاعنا في الديارة ونفرك كده بالضغط عليه بالراحة برضو علشان ما يعجنش مننا. هنضغط بالراحة كده علشان ينزل حبات الكسكسي بنفس الفتحات بتاعة الديارة بتاعتنا. وهنفضل ان احنا نبرم فيه كده، نبرم فيه لغايه ما ينزل من الفتحات بتاعه الدياره. وطبعا الدياره لازم ما تكونش يعني تكون ساندة على حاجه، على حله زي ما انا حاطه كده، او تكون ساندة على اي حاجه كده من فوق، علشان طبعا ما تعجنش الكسكسي مننا، لانه طبعا هو لسه عجين وطري. وزي ما احنا قلنا برضو نفرك كده بالراحه زي ما انتوا شايفين كده علشان ما يعجنش مننا، وينزل من الديارة مفرفر كده، وبحبتها كده مفرفرة زي ما انتوا شايفين كده. وانا بحب الطريقة القديمة دي جدا، لانها بيكون طبعا بتحسي ان انتي بتعملي حاجة كده جميلة. وطبعا كفاية ريحة المخبوزات والحاجات دي في البيت بتدي كده يعني بتدي كده احساس جميل. طبعا هنحط بقى، طبعا مش هنحط كل مرة واحدة، بنحط حبة بحبة زي ما انتوا شايفين كده عشان ان احنا نعرف نبرمه كويس.
هنا شايفين بقى معانا الكسكسي ما شاء الله، حباته ناعمه هيت ومفرفره كمان اهي زي ما انتوا شايفين. هنا بقى بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا، طبعا بيبقى فيه بواقي كده، يعني ايه بواقي باقيه كده، هنحطهم في الكبه عشان نوريكم برضو شكل تاني. هنحطهم كده في الكبه، طبعا مش هنرمي حاجه، هنحطهم في الكبه كده ونحط عليهم حوالي معلقتين من الدقيق ونفرمهم في الكبه، هيطلعوا لنا برضو بنفس الشكل بالظبط. هنفرمهم كده في الكبه هيطلعوا هينعموا معانا. والدقيق طبعا هيفك هيفك طبعا العجين هيفكه زي ما انتوا شايفينه كده، وبقى معانا اهوت كسكسي. طبعا انتوا هنا ممكن نحطه في الحله بتاعه الكسكسي زي ما انتم شايفين كده، بتبقى طبقتين. بنحط في الحله التحتانيه الميه لغايه التلت، وطبعا تكون ميه مغليه او نغلي فيها ميه، ونحط المصفى بتاعتها فوق. وطبعا بنجيب شاشه نظيفه او قماشه نظيفه ما يكونش لاقطه اي ريحه، ولا ريحه مسحوق ولا ريحه معطر ولا ريحه اي حاجه خالص، وبنفردها كده. وطبعا بتكون حجمها كبير، وهقول لكم ليه حجمها بيبقى كبير او بتكون كبيره شويه عن الكم اللي احنا بنحط فيه. ونحط فيها الكسكسي بتاعنا كده زي ما انتم شايفين كده، ونحط فيها كل الكميه بتاعه الكسكسي بتاعتنا. وطبعا احنا ممكن لو احنا، طب احنا لو ما عندناش حله ممكن نجيب الحله بتاعه الكسكسي، يعني ممكن نجيب حله عاديه خالص ونحط فيها مصفى وبنفس الشكل كده، وبرده نجيب القماشه ونحطها على المصفى ونحط فيه جواها الكسكسي، ونغطيها طبعا بغطا مناسب ما يكونش بيطلع البخار من اي جهه. وطبعا المصفى طبعا بنظبطها على الحله، ولو في فتحات ولا حاجه ممكن نسدها بعجين، ممكن نسدها بعجين عادي او ممكن نسدها بورق، مفيش اي مشكله خالص. بس اهم حاجه ان البخار يكون محتفظين بيه جوه الحله، ما يخرجش بره الحله عشان يسوي لنا الكسكسي حلو. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، قفلنا عليه خلاص وسبناه حوالي نص ساعه لغايه اما يبقى 3/4 سوا كده، زي ما انتوا شايفين كده لغايه اما يبقى 3/4 سوا. وده زي ما قلنا كده نزلناه بقى مع النار بعد نص ساعه، طبعا بعد ما استوى 3/4 سوا كده. وطبعا الشاشة زي ما احنا قلنا هتكون مخصصة للحاجات دي بس، وما نحطش الكسكسي غير لما تكون المية تكون بتغلي، ونرفعه من على النار اول نص ساعة كده لغاية ما يستوي 3/4 سوا، ونفرغه. طبعا نشيله، شلناه خلاص بقى، هنفرغه بقى في حاجة واسعة كده زي ما انتوا شايفين كده. ونكونوا مجهزين حوالي كوبايتين من اللبن، وهنحط عليهم كوبايتين من المية. عايزه ترديه رده، دي اسمها الرده التانية، عايزه ترديه باللبن بس فقط براحتك، عايزه ترديه بالميه بس ماشي براحتك عادي برضو. بس انا حطيت لبن على ميه، حطينا هنا لبن على ميه عشان نرده بيها. وليه بقى برضو الشاشة تكون حجمها كبير شوية؟ علشان طبعا بتمتص البخار اللي طالع من النار، فطبعا ما بتعجنش الكسكسي. وفي نفس الوقت برضو ان الكسكسي حجمه بيزيد بعد السوا، فحجمه بيزيد، فيبقى فيه مساحة تعرفي تغطيه كويس. طبعا هنا بينزل كأنه شكله مكتل زي ما انتوا شايفين كده، كأنه مكتل. بس طبعا اول ما بتضغطي عليه الكتل دي طبعا بتفك معاكي. وطبعا بترشي بقى اللبن واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده، حبه بحبه ونقلب، حبه بحبه ونقلب زي ما انتوا شايفين. وطبعا بيبقى سخن، واما بتضغطي عليه طبعا الكتل ديت والكلاكيع دي بتفك معاكي. ونقلب فيه بقى طول ما احنا بنحط اللبن كده، نقلب فيه كويس عشان اللبن يتوزع فيه كله بقى. شايفين اول ما بنضغط على التكتلات بتفك بسرعه يعني، هو مفرفر اهو جميل كده. خلاص هنرده بقى تاني في الردة التانية بقى بتاعته. هنرده تاني للمنخل او للزيارة، برضو بنفس اللي احنا عملناه في الخطوة الاولانية. هناخد حبة بحبة وهنفركم كده برضو في الزيارة عشان نضمن ان مفيش اي تكتلات خالص فيه، زي ما انتم شايفين برضو في حركات دائرية. ونحاول ان احنا نهز المنخل كده عشان نخليهم كلهم في مكان واحد، كل شوية نهزه كده زي ما انتم شايفين كده من الجناب، نجيبهم على بعض كده
علشان كلهم يبقوا في مكان واحد. زي ما انتوا شايفين اهوت. ردنا بقى، هنرد هنا خلاص. خلصنا بقى كده الردة التانية اهو، ما شاء الله عليه اهوت، ما فيهوش تكتلات خالص. هنحطه بقى تاني، وطبعا نكونوا مزودين المية. لو لقينا المية قربت تخلص نزود المية شوية برضو، اللي هي المية المغلية نزودها شوية علشان يكمل سوا. هنرده تاني بقى في الحلة بتاعته، وهنقفل عليه بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى برضو قعد حوالي نص ساعة تانية. طبعا حجمه زاد واستوى طبعا. بعرفه كمان منين؟ يعني تخبطي عليه كده تحس ان هو بيطبل، الصوت بتاعه عامل زي الطبلة كده. خلاص بقى زاد واستوى. هنحطه بقى هنا، هنحطه بقى في الصينية الكبيرة بتاعتنا عشان يبرد. هنفرده ويبرد. شوفوا شايفين اما بنضغط عليه هو طبعا متكتل برضو كده من البخار، بس اما بنضغط عليه التكتلات دي كلها بتفك. شايفين ما شاء الله، والاتنين كيلو عملوا معانا كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين. وحاجة انتي عاملاها في بيتك مضمونة ونظيفة، او بتضغطي عليها بتفك كل التكتلات الموجودة ديت. طبعا انتي عايزة تحفظيه كمية منه في الفريزر، ما بتحطيش عليه زبدة او سمنة او اي حاجة من دي خالص. بتحفظيه كده زي ما هو. بعد ما يبرد خالص بتعبيه في اكياس نظيفة وتحطيه في التلاجة. اما بتيجي تستخدميه او تطلعي تستخدميه، تسخنيه طبعا، تسخنيه على البخار وبتسخنيه بحتة زبدة. يعني بتفركي فيه كده حتة زبدة، زبدة بلدي، وبتحطيه طبعا بتاكليه بالسكر او واللبن عليه، يعني سكر ولبن وبتاكليه بيه. بعد ما تحطي السمنة، هتحطي السمنة بقى كده. بنحط السمنة بقى هنا كده شوية، بنقلبها فيه بقى كله زي ما انتم شايفين. بس لو عايزين تخزنوه في الفريزر او تحطوه في الفريزر طبعا ما بحطوش فيه سمنة خالص. زي ما انتم شايفين كده هنقلب بقى الزبدة فيه. طبعا الزبدة هتسيح طبعا من السخونية، ومع التقليب هي هتسيح برضو. الكيلو من الكسكسي دلوقتي عامل بره حوالي 35 جنيه. انت اما تجيبي 2 كيلو وتعملي الكسكسي في البيت هيطلع معاكي كمية كبيرة، وفي نفس الوقت حاجة نظيفة وانت ضمناها في بيتك. زي ما انتم شايفين كل ما هو منه سخن شوية فمش مساعدنا قوي. بس هو اما تضغطي عليه طبعا كل التكتلات اللي فيه من البخار دي بتروح على طول. طبعا بتقلبي فيه بقى لغاية ما السمنة دي كلها تختفي خالص وتسيح. برضو ممكن تحطي عليه بقى مكسرات مع اللبن والسكر، تحطي عليه مكسرات بقى. وطبعا الشكل بقى يفتح النفس كده. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب الفيديو والقناه على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم سالمين.